خلاص انتهت للأهلي. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم، أسعد الله في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا نتيجة مباراة الهلال ضد الأهلي، حيث أمس انتصر نادي الأهلي السعودي مساء اليوم الثلاثاء على مواطنه الهلال بثلاثية مقابل هدف، وتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025. واستقبل ملعب الملك عبد الله الدولي مباراة الهلال ضد الأهلي ضمن منافسات الدوري نصف النهائي في مباريات أبطال آسيا اليوم الثلاثاء. وأحرز البرازيلي روبرت هدف الأهلي الأول في الدقيقة 9، وأضاف الإنجليزي إيفان توني الهدف الثاني للراقي في الدقيقة 27، بينما قلص النجم سالم الدوسري الفارق لصالح نادي الهلال السعودي في الدقيقة 42. تم تحصيل كاليدو كوليبالي على بطاقة حمراء في الدقيقة 59، وأهدر الإيفواري فرانك كيسي ركلة جزاء في الدقيقة 86. واختتم البديل فراس البريكان أهدف الأهلي في الدقيقة 7. بتلك النتيجة ضمن النادي الأهلي السعودي تأهله إلى المباراة النهائية، فيما ودع الهلال المنافسة الأغلى في القارة الصفراء. كما ينتظر النادي الأهلي السعودي الفائز في مباراة النصر ضد كawasaki الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم. إخواني، وصلنا إلى نهاية الفيديو، إلى حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، ولا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.